اهلا البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير. سمحوا لي بزاف على هاد الغبره، كلشي كيسول فيه هناك علاش غبرتي، دير لنا فيديو على هذه، درنا فيديو على هذه. ان شاء الله كلشي غادي نشارك التجربه ديالي معكم ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على غسول سيغافي اللي كلشي كيسول عليه، كيفاش خاصنا نخدموا به، شنو هما الفوائد ليه، شنو هما الحوايج اللي خاصنا نجنبوهم. هو غسول بقوام الجل مطور من قبل اطباء الجلد، صنع فرنسي، كيجي على هذا الشكل هذا سبوس، كيقول لك بوس. غنبدا باول حاجه اللي هي التركيبه ديال هذا الغسول هذا اللي كيعتمد على حمض ساليسيليك. هو من الاحماض المقشره، هو كيتكلف بالدهون المتراكمه في البشره خصوصا الانف، وكيركز بزاف على لي بوين نوار ولي بوين بلون، وكينقي المسامات وكيخويهم من الشوائب اللي كيكونوا فيهم، يمنع المسامات انهم يوسعوا، وكيبدا يخدم على المدى الطويل وعلى اساس ما يبقاش ينوض لك الحبوب، وكيصفي لك البشره وكيحيد لك لاطراس ديال شي حبوبه كانت شحال هذا، وكيحسن من الملمس ديال وجهك، بحيث حتى الا كان كيتقشر لك وجهك بزاف هو كيعمل على ليدغاتاسيون اللي كتكون في الوجه. بحال مثلا الا حطيتي شي فون دو تان ومن بعد ما كانش تقشير مناسب، كتحسي بحال وجهك كيبان كيكي، يعني كيبان مقشر. يعني هاد الغسول ما حدك نتي كتغسلي به، وهو كيرطب وكيرمم لك البشره ديالك، كيحيد حتى الحبوب ديال الظهر والحبوب ديال الجلد الاوزه. نقول لكم الاسباب ديال الحبوب شنو هي اللي كتجي من الظهر، هي انه مثلا مشينا كلينا شي حاجه كانت ديجا في الثلاجه، مثلا باتت عندنا ولا شي حاجه، تما فين كينوض الحبوب ديال الظهر. ودابا غنهضروا على الخصائص والمكونات اللي في هذا البرودوي. بالنسبه للاحماض ساليسيليك او اسيد ساليسيليك، هو من الاحماض المقشره اللي كيقشر طبقه سطحيه للجلد، وهذا الشيء غنسميه بالتنظيف العميق للجلد. يعني ما غادي يكون عندنا لا احمرار ولا جفاف، خصوصا ان حنايا عندنا في هذا البرودوي هذا مركبات سيراميد، مجموعه من المركبات ديال السيراميد اللي كيتميز بها هذا البرودوي واللي كيحافظ على الرطوبه ديال البشره. غندوز الماده ديال الناسيناميد اللي كنعشقها انا شخصيا، ترميم ديال البشره والتنظيف ديالها، وكتنظم حتى الافرازات الدهنيه اللي كتكون في الوجه، المساعده على تفتيح وتوحيد لون البشره ونضاره واشراقه. وبالنسبه للاشراقه عندنا ثاني حمض هو حمض الهيالورونيك، وحمض الساليسيليك مفيد جدا حيت هو مضاد للاكسده في البشره. المهم هاد التركيبه هذه واعره بزاف. وواحد الحاجه غنضيفها هي انه المواد اللي في هذا الغسول هذا لطيف على البشره بزاف، بحيث ما فيهاش املاح سلفات ولا حتى العطور. مشكله الشركه ديال سيغافي الا شفت هذا الفيديو، مشكل خاصهم يخلصوني اختي ويلي. انا راه غير حيت ضربت اكثر من قرعه في هذا المنتوج هذا وبان لي زوين بزاف، ونصحت به حتى صحاباتي وعجبهم وبقاو ديما حتى هما كيستخدموه. يعني ضربت شحال من قرعه ديال بزاف من الكميات ديال سيغافي. من بعد ما شفنا المكونات ديال هذا الغسول اللي معتمدين فيه، نشوفوا الفوائد والاستخدامات ديالو. مناسب للناس اللي باغيين يديروا واحد التقشير خفيف، النضاره ديال البشره والاشراقه ديال الوجه، ويتخلصوا من الجلد الميت. بعض المرات كيكون الوجه شاحب، حنا كنتخلصوا من ديك الشحوب ديال الوجه. دابا غندويو على الاستخدام ديالو وكيفاش خاصنا نطبقو. كيدار 2 الخطرات، واحده في الصباح واحده في الليل، لمده 2 دقائق. نتوما عارفين كيفاش كنطبقوا الغسول. اول حاجه كنغسلوا ايدينا، من بعد كنرطبوا وجهنا شويه وكنضغطوا ضغطه واحده، نرغويوه مزيان، وعاد باش نطبقوه على البشره ديالنا نخليوه الا بغينا 2 دقائق. كان دهنيات اولا زونطي ولات دهنيه بزاف نخليوه واحد 2 دقائق. اصلا هذا الغسول خاصو يكون جزء من روتين سكين كير ديالك. ومن بعد ما كتغسلي به كتستخدمي اي مرطب نتيا كيعجبك ولا مرتاحه فيه. ممكن تستخدمي سيروم ديال فيتامين سي، غير هو ما يكونش عالي التركيز، اولا السيروم ديال ناسيناميد نيت، وغتحسي بالفعاليه ديال هذا الشيء اللي غتبداي به. حيت ملي الغسول كيبدا يدير عمليه التقشير ديالو كيكون الامتصاص ديال البرودوي عالي. اي برودوي حطيتيه كيكون الامتصاص ديال البشره منقيه مزيان، وكيكون الامتصاص ديال اي برودوي حطيتيه من وراه احسن واعمق. وحتى الا بغيتي تستعملي سيروم ولا كريم تفتيح ماشي مشكل، غير هو ما يكونش فيه احماض مقشره، حيت احماض مع حمض الساليسيليك غيكونسيطرو على لابو ديالنا وغنعرضوها للالتهاب. ومن المميزات هذا الغسول مناسب لجميع انواع البشرات، ولكن انا كنشوف انه كيناسب الدهنيه الى مختلطه، ولا كانت البشره محتاجه للتقشير مثلا علاش لا.
زائد مخير الناس اللي عندهم بشره مختلطه مثلا، حيت التركيبه ديالهم متوازنه بزاف وكتخلي حتى الدهونيات في البشره متوازنين. المهم التحذيرات اللي ممكن نعطيه على قبل هذا الغسول هذا: بالنسبه للبشره الحساسه ممكن تقشير لطيف مره، ماشي مثلا الا كانت حساسه بلا قياس، او الا كان البشره ديالك حساسه او حمراء او من دوك البشرات اللي كيكونوا غوز. في هذه الحاله هذه ما غاديش ننصحك به. زائد واحد الحاجه كي خاصني نحضرك منها ملي تستعملي الغسول، وياك تستعملي من وراه احماض بحال لا غوش بوزي ديو او لا بوماد دي فرين او احماض الفواكه. يعني داوي على هذوك البرودوي، مثلا ملي كتمشي للبارافارماسي ولا الفارماسيان وكتقول ليها عطيني شي حاجه اللي نحط على هذه الحبه وتحيد ليا، يعني ما غاديش يتلاقى داك البوماد مع الغسول حيت يقدر يسبب لك حساسيه، وهذا الشيء حنا في غنى عنه. يعني من باب الاحتياط والحذر ما نستخدموش هاد الحويجات مع الغسول. وكنأكد بزاف من وراء اي تقشير كنديروا الواقي الشمسي ديالنا. وبالنسبه للحمل والرضاعه امن تماما وتقدري تستخدميه عادي جدا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وشكرا حيت عطيتوني شويه من وقتكم. المهم عندي هي تديو معلومات باش نهار تمشيو للصيدليه ما تصيدوش. ولا نسيت شي حاجه وبغيتو تعرفوها كتبوها ليا في خانه التعليقات، راني كنقرا كلشي وكنجاوب اي سؤال عطيتوه ليا. وما تنساوش ديروا ابوني وجيم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. باي باي.